السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ أميرة الشرق. وصفتنا تاع نهار اليوم خبز محشي. رايحة نهنيكم من التخمام سواء عشاء ولا غدا. من اليوم ديروا هذا الخبز محشي بالخضر واقتصادي في نفس الوقت، يجي خفيف ريشة، كل شغل راكي توكلي في بريوش، يجي كمية كبيرة. اللي عندها عيلة كبيرة ديروا وتهني روحها. ان شاء الله ينال اعجابكم وتسيوه باه تنجحوا فيه. ما عليكم تشوفوا الفيديو للاخير وما تبخلوش عليا بجيم لا فيديو ورايكم في الكومنتير وبارطاجيوها مع كامل احبابكم باه يستفادوا. وبلا ما نطول عليكم نروحوا نشوفوا كيف المقادير وطريقة التحضير. نحتاج في هذه الوصفة كيس حليب يكون دافي. سعة الكيس اللي استعملته هو 220 مليلتر. عندي مغرفة كبيرة سكر تكون ممسوحة ما تكونش بومبي، ونحتاج كذلك مغرفة خميرة فورية تكون ممسوحة أيضا. نجيب الفوي ونخلط كامل المكونات. هنا البنات رايحة نغطي الخليط تاعي بالبابي فيلم باه تتفاعل لي الخميرة تاعي. رايحة نخليها مدة 5 دقائق. شوفوا هنايا البنات بعد ما خليتها مدة 5 دقائق وتفاعلت لي الخميرة تاعي. دركا رايحين نكملوا باقي المكونات. نحتاج ربع كيس زيت، ونحتاج بيضة، نحتاج إلا بياض بيض. أما بالنسبة للصفار من بعد رايحين نحتاجوه، راح نضيف له مغرفة حليب باه ندهنوا به الخبز تاعنا. نزيد نضيف مغرفة صغيرة خميرة حلوى رايحة تعطينا هشاشة للعجينة، ومغرفة صغيرة ملح. نخلط كل شيء مع بعضه. من بعد رايحة نضيف الفارينة. بالنسبة للفارينة البنات ضيفوها غير بشوي حتى تتحصلوا على العجينة المطلوبة. أنا هنايا راني نضيف فيها غير بشوي، ضيفوها غير بالعقل. من بعد نستعمل يدي. هنايا راح نلم العجينة تاعي ونشوف اسكو نزيد الفارينة ولا نحبس. هنا لازم العجينة تاعكم تكون شوية طرية، يعني ما تكونش يعني تلاصق في اليد تاعكم، تكون يعني طرية شوي. هاي ليكم العجينة تاعي. رايحة نحطها في بلون دو ترافاي ونعجنها واحدة دقيقة ولا دقيقتين. هاي ليكم راهي تتلصق في يديا. نحتاج ايضا مغرفة كبيرة من المارغرين تكون طرية، يعني نتوما كي تبغوا تحضروا الخبز تاعكم نحيوها مسبقا من الثلاجة. يعني كي تزيدوا هذه المغرفة تاع المارغرين رايحين تتحصلوا على عجينة خفيفة ريشة. دخلوها في العجينة تاعكم وودلكوها وقعدوا ودلكوا في العجينة تاعكم. راكم رايحين تحسوا العجينة تاعكم طرية بزاف. ما تخافوش مرة. قعدوا البنات غير دلكوا فيها، دلكوها مليح حتى تتحصلوا على عجينة تكون ناعمة ورطبة في نفس الوقت. شوفوا راني غير ندلك فيها يعني حتى نتحصل على هذه النتيجة. شوفوا كيف تحصلوا على العجينة تاعكم. من بعد رايحة نقلبها في نفس الغيسيبيون اللي استعملت به. رايحة نحطها فما ونغطيها ونخليها تتفاعل حتى تخمير لي يضاعف الحجم تاعها. دركا نروحوا نحضروا الحشو اللي رايحين نحشيو به الخبز تاعنا. على نار متوسطة نضيف قليلا من الزيت. اولا راح نضيف حبة بصل تكون يعني متوسطة وقطعتها مربعات. رايحة نخلطها ونخليها تذبل لي. بعد ما تذبل لي غير شوية رايحة نضيف هنايا 2 حبات فلفل اخضر يكونوا متوسطين، قطعتهم مربعات ايضا. دركا نروحوا للتوابل. عندي هنايا قليلا من الملح وقليلا من الفلفل الاسود، وضفت قليلا من الثوم مرحي. هنايا انايا ما عنديش ثوم حب. لا عاد عندكم ثوم حب ديروا 2 سنينات ثوم.
شوفوا أنا راني غطيتها وخليتها تذبل، نقصت لها مرة وخليتها تذبل البصلة والفلفل تماما. هاي ليكم بعد ما ذبل لي البصل والفلفل. ضفت تقريبا نص صدر دجاج، قطعته مربعات. تقدروا نتوما ترحيوه ديروه فيونداشي. هنا درت 2 حبات طوماطيس، نحيت القشرة وقطعتها مربعات. يعني هذا الحشو راهو اختياري، تقدروا ديروه غير بالخضرة ما ديروش الفيونداشي. تقدروا ديروا الجزر، الكورجيت، تقدروا ديروا حتى بالسلق. كون ديروه بالخضر فقط راح يجيكم الحشو بنين ايضا، راح يجيكم هايل. كما قلت لكم الشي اللي عندكم ضيفوه. هنايا انايا درت 2 حبات بطاطا قطعتهم مربعات، حبيت نضيفهم في الحشو تاعي. دركا راح نخلي الحشو تاعي يبرد ونروح للعجينه. هاي ليكم العجينه تاعي بعد ما خليتها خمرت لي. شوفوا دركا راح نحطها فوق البلون دو طرافاي ونقسمها على 8. راح نتحصل على 8 خبزات يكونوا متوسطين، يعني يكونوا مليح برك. نتوما تحبوا تنقصوا ولا تزيدوا كيما تحبوا. هنايا انايا راني كورتهم. دركا نبدا نخدم الخبزه تاعي. هنا تجيبوا حليل، حلوا العجينه تاعكم بالطول كيما هكا، ونجيب الحشو اللي حضرته معكم راح نديرو في الوسط كيما هكذا. من بعد راح نجيب فرميج مبشور. انا هنايا استعملت سبيسيال بيتزا. دركا رايح نلم العجينه تاعي بهذه الطريقه، راهي مفهومه. راح نغلقها مليح، لازم عليكم نتوما تغلقوها مليح مليح باه ما تتحلش معكم في السنيوه كي طيب في الفور. ونكمل كامل الحبات، نزيد ندير معاكم حبة أخرى باه تفهموا عليا. قبل ما تبداو البنات رشوا بلون دو طرافاي بالفرينة باه تساعدكم كي تحلوا العجينة تاعكم. رايح نحل العجينة تاعي بالطول كيما هكا. كي تحلوا العجينة تاعكم حلوها شوية رقيقة كيما راكم تشاهدوا. دركا رايح نحط الحشو، نحشي الخبز تاعي. نقولكم كملوا معايا الفيديو للاخير باه تشوفوا كي نطيب الخبزه تاعي ونقسموا معاكم. كيما راكم تشاهدوا رايحه ندير الفرماج. هذا الفرماج رايح يذوب معايا كيما هكا. دركا نولي نغلق الخبزه تاعي، نحكم الاطراف ونغلق. كي تغلقوا لازم تغلقوها جيدا باه ما تتحلش معكم في الفور كي نطيبوها. شوفوا كي جات كي الباقيطه، ونولي نحطها في السنيوه. هنا بالنسبه لصفار البيض درت مغرفه كبيره تاع حليب، وندهن الخبز تاعي كيما راكم تشاهدوا رايح ندهنو كامل. جيبوا نتوما موس ولا جيبوا حاجه تكون ماضيه وديروا خطوط كيما هكذا، وزينتها بالبذور الشيا. هنايا تزيين اختياري، تقدروا تزينوها بالسينوج، تقدروا تزينوها بالسمسم يعني الجلجلانيه كيما تحبوا نتوما. في نفس الوقت انا شعلت الفرن تاعي مسبقا بدرجه حراره عاليه من التحت. طيبوا من التحت وليو شعلوا من الفوق كيما راكم تشاهدوا. البنات كملت الخبزات تاوعي، جاتني 8 خبزات، يعني الكميه كبيره. اللي عندها عائله رايحه تغديهم ولا تعشيهم ووحده راهي تشبع، يعني هذو الخبزات يجيو بنين بزاف. لو كان ديروهم غير بالخضره وشويه فرماج يجيكم بنين وخفيف في نفس الوقت. كلي راكم تاكلوا في بريوش. ان شاء الله وصفتي تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم، وما تبخلوش عليا بجيم لا فيديو ورايكم في الكومنتير. واللي دخلوا جدد لقناتي ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باه يصلكم كل جديد من وصفاتي. معليا نقولكم نخليكم على خير الى وصفة اخرى. سلام.